يا أهلا وسهلا، أتمنى كلاتكم تكونوا بخير وانتم عم تشوفوا الفيديو. اليوم صورت لكم آخر يوم من رمضان، كيف قضيته أنا وبنتي. حضرنا حلويات العيد معكم. هلا أول شي أنا عم بعمل المعمول على طريقة الشيف عمر. طبعا في كتير نزلوا الطريقة إنه أساس إلهم، بس أنا بصراحة شفتها عنده أول شي، فلهيك إنه بحب أنسبها على طول إله. بس طبعا أنا ضفت إضافة بسيطة عليها. هلا أنتوا بتحطوا كيلو طحين ونص كيلو سمنة. أنا بصراحة ما بحب أزين بالبيت أو أكيل بالأكواب، لأنه على طول بطلع عندي خربطة، فلهيك صرت أجيبهم جاهزين. يعني مثلا نص كيلو سمنة أشتريه من السوق، نص كيلو سمنة وكيلو طحين بجيبه كمان، طبعا كيلو طحين. ما بعمل مثلا كمية أقل أو كمية ونص. هلا أنا هون كنت عم بعمل دبل الكمية، بس صورت لكم طبعا نصها. مثل ما قلت لكم استعملت كيلو طحين ونص كيلو سمنة، وأنا ضفت بس زيادة على الوصفة بمعلقة صغيرة محلب. هلا بتقدروا تستعملوا حليب نسلي، أنا استعملت هذا من ماركة ألمانية حتى ما أجيب ماركة نسلي. بتستعملوا تقريبا 3/4 العلبة. هي تقريبا العلبة تبعت نسلي أظن تجي نفس المقاس، يعني نفس الحجم. وبس يعني تخيلين هاي بس هاي الطريقة. قبل كنت أعجنها مع السمنة وحطها بالبراد تبرد، وبعدين أرجع أطالع أعجنها. بعدين لا، صرت أعجنهم كلياتهم مع بعض بنفس الوقت وأبردهم شوي. تعجنون منيح بتشوفوا القوام عن جد بلش يصير مثل الكريمة. فبس صارت عندي بهالقوام خلص بضبها منيح وبحطها بالبراد، بحطها تقريبا نص ساعة. طبعا بتقدروا تخلوها أكتر، ولما تطالعوها من البراد بتكون تعجنوها منيح. هلا حتى تشتغل معكم. هلا أنا لاحظت شغلة بهاي العجينة، إنه هي أثناء التشكيل بتفتفت شوي، بس طعمتها كتير طيبة وعلى الخبز بتكون ناجحة. وكمان وقت التشكيل لما بتكوروها فهي بتتماسك مع بعضها. هلا بالنسبة للحشوات بتقدروا تعملوا جوز وفستق وعجوة. أنا أكتر شي بحب العجوة، وبعدها بيجي الفستق، بنتي بتحبه، أنا مو كتير. فالعجوة بحبها، بحسها إنه عن جد صارت أكلة حلو. لهيك استعملت تقريبا كيس ونص من هدول التمر. بس حبيت أحط نفس الكمية من التنتين، حتى إذا كانت وحدة طعمتها أطيب، لأنه أنا ما مجربتهم من قبل. الماركة المتعودة أجربها ما كانت وبس ضفت كمان معلقتين سمنة كبار. استعملت نفس هاي السمنة أنا بجيبها من الليدل، نكهتها كتير طيبة. وكمان معلقة كبيرة من مية الزهر ورشة قرفة. طبعا بتقدروا تحطوا النكهات اللي انتو بتحبوها. أنا متعودة ماما تحط لنا هدول النكهتين وما بحب كتير أغير فيهم. وكمان بتعجنوا العجوة كتير منيح لما بتحطوا الزبدة، عفوا السمنة للعجوة والمية الزهر، بتحسوا بتطرى أكتر. وهلا أنا بدي أكورها. هلا أنتوا إذا ما بتعرفوا على عيار القالب اللي عندكم قديش بدكم تحطوا فيه تمر، فبنصحكم تجيبوا شوية عجين وتجربوا بالقالب، حتى يعني لما تشتغلوا وتجهزوا الحشوات بيسهل عليكم الشغل، غير لما تكونوا عم تشتغلوا مثلا لازم تاخدوا الحشوة أو العجوة تكوروها وتحطوها جوات المعمول، هيك بياخد منكم وقت أطول. فبحب دائما أجهز الحشوات وأخليها على طرف وبعدين أبلش بالشغل. هلأ أنا كمان جهزت هون الفستق، طحنته. أنا جبت بس كيس صغير من الفستق اللي بيجي بقشره من الريفي أو الريفة، واستعملته. بتقدروا طبعا تجيبوا من المحلات السورية، بس حسيت إنه هذا بيجي طعمته أطيب. وكمان حطيت له من حليب النسلة وحطيت له سمنة. هلأ في ملاحظة، أنا حطيت له نسلة بس ما بعرف إذا ممكن مع فترة بعد فترة، بس أنا عاملة كمية كتير بسيطة فما رح تطول عندي. فأنتوا إذا ما حابين تخاطروا بتقدروا تحطوا قطر. طبعا كمان عملتهم دوائر، وعلى فكرة بعدين صرت استخدم نص الدائرة اللي استعملتها للفستق، لأنه القالب الفستق طلع عندي صغير ما بيحتاج حجم الكرة هاي من الحشوة. بس هلا لما طالعت العجينة أنا بطالع أقسام صغيرة وبعجنها، لأنه لو إنه بدها شوية مثلا عجن منيح. هلا إذا في عجانة بيكون كتير منيح، أو إذا في حدا يساعدكم ويعجنها. أنا كنت بس بالبيت أنا وبنتي، فلهيك اضطريت أخذ هيك أقسام صغيرة وأعجنها شوي. ومع هيك أنا ما عجنتها كتير يعني، بس صارت تعذبني شوي بالشغل. لو عجنينها منيح بتصير أسهل عليكم. وبس هيك صرت أشكل العجينة أو الطحين على شكل مثل الكبة، حتى تتوزع التمر بكل القطعة، يعني يطلع التمر
بالنص يعني بتساوي، ما يطلع بمكان A وبمكان لا. هلا هذا القالب انا استعملت هذا الخشب بس ما بحب هيك ادقه واطالع صوت. طبعا اذا استعملتوه لحاله بتطلع الرسمة احلى ومحفورة اكتر، بس بالعادة بحط من هذا البلاستيك وبسهل علينا الشغل كتير. هلا هون ليا اكيد تحب تساعدني، ساعدتني باول صينيتين وبعدين خلص حسيت السمنة رح توصل لراسي، قلت لها لا حاجتك روحي اكتبي وظايف هيك اعملي لك شغلات تانية. طبعا هي مبسوطة كتير ومفكرة انه لعبة يعني. قلت لي ماما انا مو ساعدتك اليوم، يعني هي يعني مفكرة حالها عم تشتغل كتير منيح. طبعا اسرع الي واسهل لي انه انا اعملهم لحالي، بس كمان هيك احسسها باجواء العيد وتجهز معي، فبكون كتير مبسوطة وهي عم تشتغل معي. وبس بالفرن ما بياخدوا وقت طويل، على درجة حرارة 200 بحطهم، وبس يبردوا ببلش بحطهم بعلبة واسكرها منيح. انتبهوا يكونوا باردين كتير منيح، وعن جد بنصحكم بهاي الطريقة طعمتها بتجنن. وهلا بلشت اضب زينة رمضان اللي يعني للأسف يعني ما حطيتها هي السنة اغلبها، مثل ما شايفين في شغلات لسه بالكراتين تبعاتها، فاضطريت اضبها هي السنة، وان شاء الله السنة الجاية نرجع بنحطها مع بعض وفرجيكم اياها من اول وجديد. هون عندي اكياس كبيرة لشيئين، طلبة من شيئين، حبيت احطهم هالمرة من دون تغليف لانه خلص صار تحت عندي بالبيت الجديد في بالابو مثل خزانة فيها رفوف، تركولي اياهم صاحبين اللي كانوا ساكنين بالبيت قبلي، لهيك خلص يعني محطوطين برفوف ما رح يتكسروا او رح يصير لهم شي. ويوم بلشت هيك امسح الغبرة واعمل شوية تنظيفات بما انه اليوم وقفة، يعني اخر يوم قبل العيد. عم فرجيكم هذا المنظف، اذا انتم بالمانيا موجود بالروزمان، هو خصيصا للغبرة وريحته كتير طيبة، وممكن تستعملوه كمان للشاشات للكمبيوتر للتلفزيون. بس مع هيك انا لشاشة التلفزيون بحب احط على المحارم او على القطعة اللي عم بنظف فيها وامسحها، ما بحب ابخ مباشرة على الشاشة. هلا عندي الكنبة اللي قلت لكم جبتها من عند اختي، تمشيت حاليا كانت حطتها بغرفة النوم، فبدي انظفها شوي لانه هني عم يجيبوها نقلوها كأنه مطروقة معهم بالارض او شي، فطرفها من فوق متوسخ. لهيك مثل العادة بستعمل لتنظيف الكنب مي مغلية وبس مكعب واحد من مكعبات الجلي، وعلى فكرة بشيل كل الدهون. طبعا اذا عندكم بقعة حبر او الوان من الاطفال وهيك، فبنصحكم تبخوا عليهم مزيل للبقع وبعدين تعملوهم هيك، بيسهل عليكم كتير. هلا انا حبيت هاي الطريقة بستعملها بس للمحل لما بنقعد، ايه فبتحسوا هيك الضغط بيصير اسرع يعني، بس طبعا فوق بدكم تمسحوها بالطريقة التقليدية العادية، ما بزبط معكم هيك. ومسحتها طبعا هي بما صغيرة ما اخذت معي وقت. وهلا صار وقت الافطار، اخر افطار برمضان، ما شاء الله يعني عدى بسرعة، ما حسينا انه ايمت كان اول يوم رمضان واخر يوم رمضان. بتحسوا الايام كتير بتمشي بسرعة برمضان، مع انه انا هالرمضان حسيت حالي يعني خصوصا اخر ايام كنت كتير اجوع واعطش فيهم، بس الحمد لله مضوا. هلا انا بدي احضر للغداء او للافطار، رح اعمل همبرجر او برجر على السريع يعني ما بتاخد معي وقت ابدا. فاول شي ببلش بتحضير الصوص، حطيت مايونيز وكاتشب. طبعا الكمية الكبيرة بتكون المايونيز، بس تحطه حسب النظر يعني. وبحط من هذا المي تبعيت المخلل، هذا المخلل بجيبه النوع الحلو اللي بيكون بالليدل او بالماركات الألمانية، او ممكن انتو تدوروا عليه بس يكون حلو. وفي على فكرة بالمحلات التركية كمان في مخلل حلو، فاذا انتو بتركيا ممكن تلاقوه. وبضيف كمان معلقتين صغار خردل. انتوا بتقدروا تعملوا الصوص مثل ما انتوا بتحبوا، يعني الشغلات بتحسوها حامضة اكتر، او مثلا اذا بتحبوا الحاد ممكن تحطوا كمان صوص حاد معهم. طبعا هون لولو لازم تشاركني بكل شي، عم تحرك معي، وما كان في وقت عندي كتير قبل الأذان، يعني تقريبا بلشت أجهز وكان باقي للأفطار أو للأذان بس نص ساعة. هون عندي اللحمة يعني مجهزتها من الصبح مطالعتها، لهيك يعني شوي سهل علي الموضوع، بس بحط لها ملح وسبع بهارات. بتحسنوا تضيفوا لها بهارات اللي بتيجي جاهزة اللي اسمها بهارات البرجر، بس أنا حسيت يعني ما عطتها نكهة زيادة يعني، فبطلت أجيبه أساسا. حطيت 7 بهارات، وبحط رشة صغيرة من هذا الكعك المطحون، بجيبه من الليدل على فكرة سعره كتير رخيص واستعمله لكل الأكلات، بس رشة صغيرة حتى إذا في سوائل تمتصها وما
تصغر معي اللحمة على القلي كتير يعني. قبل ما استعملها كتير كانت تصغر يعني تصير أقل يعني بكتير، مع أنه أنا ما كتير بجيبها للحمة فيها دهنة، بس لما صرت أحط الكعك المطحون ما بيأثر على فكرة على الطعم أبدا وما بتصغر كتير. هلا جبت هذا القالب من الشيئين، إذا ما عندكن هذا القالب تقدروا بكل بساطة تشكلوها بإيدكن، يعني ما في فرق حتى بالجهد، يعني ما حسيت في فرق. طبعا بيلزق واستعماله شوي صعب، فلهيك بضيف له هدول النايلو أو النايلون الغذائي تبع الأكل، وباخد كورة تقريبا بعملها كورة كبيرة قد نص القالب يعني. ما بعرف شلون بدي اشرح لكم، بس انتوا بتقدروا تحطوها بالسماكة وبالحجم اللي انتوا بدكم اياه. انا بحبها ما تكون كتير سميكة، لما بتكون كتير سميكة بحسها ما بتستوي معي بسرعة، لهيك بحبها تكون وسط. هلا مثل ما شايفين انه ضغطتين بتصير عندكم جاهزة. كمان بالتشكيل بالايد بتاخد تقريبا نفس الوقت، بس حسيت شوي شكله أحلى هلأ بطلع، يعني هلأ بتشوفوا الشكل بتعطيكم يا هذا القالب. هلأ مهم إنه لما تحطوها للحمة بالمقلاي تشغلوا عن النار العالية، يعني ما تحطوا على نار واطية، لأنه اللحمة إذا ما حطيتوها على نار عالية بالأول فبتطالع المي بتحسوها ما بتتقلى، بتصير كأنها مسلوقة. لهيك حطيت على أعلى عيار عندي بالغاز، وبلشت أضيف عليها اللحمة مثل ما شايفين، بس انه بتعطيكم القالب من تحت شكل هدول الخطوط كأنكم شاويينها على الجريل او على الشواية يعني. هلا الخضروات اللي بحطها انا مع الهامبرجر، بحب احط ال- المخلل الحلو، شرائح صغيرة بقطعه، انا بحب كتير طعمته معه، وبحب اكتر سندويشتي خصوصي يعني بندورة وهذا المخلل. وهذا الخس كمان اللي بيجي بهذا الشكل كمان طعمته كتير طيبة. هلا شوي يعني بقول همبرجر شوي برجر، ما بعرف شو هو الصح. وبس هيك بحبهم يتقلوا من برا وبتم عالية الحرارة، فلهيك انه بتموا من جوا هيك طريين، ومن برا بحسهم هيك بصير عليهم هاي الطبقة المحمرة، بتعطي نكهة كتير طيبة. هلا بالنسبة للصمن، بحب هذا الصمن اللي هيك بحسه مثل البريوش، بجيبه بيعطي نكهة كتير طيبة، وبحسه كتير طري يعني ما بيبيض. وقليتهم بالزيت تبع الطالع، الدهون اللي طالعة من اللحمة. هلا هاي البطاطا نوع كمان من الريفي او الريفي، ما بعرف شلون بتنقال، بعمري ما سمعت حدا الماني عم يقولها قدامي او اسم الماركت يعني. ايه، فالبطاطا اللي بتجي بحسها عن جد اطيب بطاطا جاهزة بتجي، يعني تبعيت الليدل ما كتير بحبها، تبعيت الالدي كمان جربتها، ومجربة كتير انواع اللي بتجي شكل زجزاج وحلقات، بس هاي اطيب نوع. هلا تشكيل السندويشة مثل ما بتحبوا، كل حدا بيحط الخضروات اللي هو بيحبها يعني. انا تقريبا بنتي بتاكل كل شي معها، فمرتاحة من هاي القصة. بس مثلا غير مثلا مثل عيلتنا، مثلا في منهم ما بيحبوا البصل، فانتوا عندكم الحرية تحطوا اللي بدكم اياه، خصوصي مثلا الزولاد فبيحبوا يحضروها لحالهم، وهيك بتشجعوا ياكلوا خضروات اكتر. هلا هي كل ما كان فيها خضرة اكتر بتطلع اطيب. حتى انا بضيف لتبعيتي تنتين بندورة، بس تبعيت ليا بحب اقلل منها الخضروات حتى تاكلها يعني اسرع. وهيك صارت وجبتنا جاهزة، وفرجيتكم هذا البهار اللي بحطه على البطاطا بيعطيها نكهة كتير طيبة. كمان باخده من ماركت الليدل. وشايفين ما أخدت معي وقت وخلصتها بسرعة، وهيك كون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الفيديو كان خفيف ولطيف عليكم. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك واشتراك بالقناة، وبدي أقولكم كل عام وانتم بخير، واستنوني إن شاء الله رح نزلكم فيديو العيد. وبس، سلام.